ازيكم يا حلوين؟ النهارده انا جايبه لكم الوان ولبن وازايز وميه. عارفين هنعمل ايه النهارده؟ هنخلط الالوان دي مع بعض ونشوف هيعملوا لنا ايه. انا جايبه لون ازرق ولون اصفر ولون احمر. تعالوا نحط اول حاجه ميه في الازايز بتاعتنا قد بعض. بصوا شايفين؟ اوكي قد بعض. بعد كده هحط شوية لبن مع المية. عارفين ليه بحط لبن؟ عشان اللبن بيخلي الالوان حلوة وباينة. اوكي بعد كده هنبتدي باللون الازرق. نفتح الازازة بشويش. تعالوا نحط، حطينا شوية لون ازرق. دي الوان اكل اللي بنستعملها عشان نلون التورت والحاجات اللي زي كده. ونقلب بالعصاية الخشب بتاعتي. واو لون الازرق. بعد كده تعالوا نفتح اللون الاصفر ونحط هنا ونقلب نقلب 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 نقلب. لون اصفر. بعد كده نحط في اللون الاحمر واجيب العصاية بتاعتي واقلب اقلب جامد لحد لما كل المية يبقى لونها احمر مظبوط. كده عملنا الالوان الاساسية الازرق والاصفر والاحمر. تفتكروا يا اصحابي لو حطينا شوية من اللون الازرق وشوية من اللون الاصفر هنا هيحصل ايه؟ تفتكروا ايه اللون اللي هيطلع لنا؟ تعالوا نجرب مع بعض. هحط هنا مية كده. حطينا مية في الثلاث ازايز اللي ورا. هنخلط اللون الازرق باللون الاصفر. هنطلع دي لقدام كده عشان نشوف كويس هيحصل ايه مع بعض. زي ما اتفقنا عاوزين نحط شوية لبن عشان يخلي اللون يمسك مع بعضه ويبقى شكله حلو. ادي اللون الاصفر. اللون الاصفر اخف من اللون الازرق فهنحط شوية اكتر. هنحط 1 2 3 4 5 6 7 نقط من اللون الاصفر. وهنحط من اللون الازرق 1 2 نقطتين. تعالوا نشوف هيدينا لون ايه. مين يعرف؟ تعالوا نشوف مع بعض. هنقلب جامد 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 جامد. واو طلع لون ايه؟ اخضر. شاطرين. مين كان عارف؟ مين جابها صح؟ مين جابها صح؟ شاطرين جدا برافو. شفتوا بقى؟ حطينا شوية من الازرق ومن الاصفر طلع اخضر. تعالوا بقى نجرب نعمل الاصفر والاحمر. تفتكروا هيطلع ايه؟ تعالوا نقدم الازازة بتاعتنا لقدام شوية. نفس الحاجة زي ما اتفقنا. شوية لبن عشان يخلي الالوان تمسك مع بعض. اللون الاحمر اتقل من اللون الاصفر فهنحط 1 2. هنجيب اللون الاصفر ونحط 1 2 3 4 5 6. تعالوا نقلب بالعصاية الخشب بتاعتي برضو ونشوف هيطلع لون ايه. بين 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 لون البرتقاني. لما حطينا اللون الاصفر مع اللون الاحمر طلع برتقاني. طب يا اصحابي لو حطينا الازرق مع الاحمر تفتكروا هيطلع ايه بقى؟ دي صعبة. تعالوا نشوف. انا جبت
الازازة قدام شوية عشان تبان. زي ما اتفقنا هحط لبن، ممكن ازود نقطة لبن تاني عشان اللون يمسك ويبقى حلو. بعدين قلنا هنحط لون ازرق، 1 2 ونحط احمر، 1 2 3 4 5 6. نقلب بالعصاية الخشب. مين عارف قبل ما اكمل تقليب، مين عارف هيبقى ايه؟ شاطرين شاطرين. طلع لون موف. كده بقى عندنا ازرق واصفر واحمر، دي الالوان الاساسية. طلعنا منهم اخضر وبرتقاني، وكمان طلعنا من الازرق والاحمر اللون الموف. طيب هتسألوا سؤال، كده احنا عملنا خلط الالوان كلها، لو عوزنا نلون صورة او رسمة بالالوان دي ومعانا بس الاصفر والازرق والاحمر، هنعمل ايه؟ تعالوا نشوف. عشان نعرف هنعمل ايه لما نيجي نلون، جبتلكم ازرق واحمر واصفر، جبتلكم معايا كمان لوحة وفرشة وكوباية فيها شوية مية. تعالوا نبتدي باللون الازرق. نحط كده شوية، ونحط شوية اصفر، ونحط هنا شوية احمر. دلوقتي هجيب الازرق والاصفر واخلطهم ببعض، وبقى عندي لون اخضر. شفتوا بقى؟ فحتى لو احنا بنلون وما عندناش غير ال3 الوان دول بس، ممكن نعمل منهم الوان تانية. شجرة لونها اخضر. بعدين هنضف الفرشة بتاعتي عشان لما اجي استعملها تاني ما تكونش واخدة الوان انا مش عاوزاها. هنجيب الاحمر وهنجيب الاصفر، هنزود في الاصفر ونخلطهم. بقى عندنا اللون البرتقاني، ممكن كده اهو نبقى عملنا برتقاني. شفتوا بقى؟ كده كان عندي احمر واصفر، طلعنا منه اللون البرتقاني واحنا بنلون. طيب تعالوا ننضف الفرشة تاني. احنا كمان اتعلمنا لو عملنا الاحمر والازرق مع بعض هيطلعوا لنا لون موف. تعالوا نشوف. ادي شوية ازرق، وهناخد شوية احمر وهنخلطهم مع بعض. شايفين؟ حلو قوي. طب ده بقى نعمله ايه؟ تعالوا نرسم ايه اللي لونه موف. بتنجانة. وبعدين عارفين ممكن نعمل لها ايه؟ البتنجانة نعمل لها الحتة اللي فوق الاصفر والازرق، نعملهم مع بعض، نعمل اخضر. شوفوا بقى ازاي من 3 الوان بس نقدر نطلع الوان تانية كتير كتير كتير. كده عندنا ازرق واصفر واحمر، طلعنا منهم اخضر لما خلطنا ازرق واصفر، وبعدين طلعنا البرتقاني لما خلطنا الاحمر والاصفر، وبعدين خلطنا الازرق والاحمر وطلعنا اللون الموف. كده يا اصحابي نبقى خلصنا حلقة النهاردة وتعلمنا ايه الالوان اللي نخلطها مع بعض عشان نطلع بيها الوان كتيرة تانية. هستناكم الحلقة الجاية. باي باي.